Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar. La tahsen innallaha ma'ana. Hepinizi çok seviyorum. Güzel mesajlarınız için Allah razı olsun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما ان شاء الله. كلنا عارفين الشيف براك، الشيف التركي اللي اتشهر في العالم كله. اتشهر بابتسامته الجميلة وطريقته في اعداد الطعام، طريقته المميزة. الشيف براك خلال الايام الاخيرة احتل اسمه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحالة من التعاطف كبيرة جدا مع الشيف براك، وده بسبب تعرضه للنصب والاحتيال. الشيف براك تعرض للنصب والاحتيال من أقرب الناس ليه، وده اللي سبب ليه صدمة كبيرة جدا. الشيف براك ظهر في عدد من الفيديوهات وهو بيبكي وبيتكلم عن اللي حصل له بالتفصيل، واللي حصل له ان والده اللي هو أقرب الناس ليه تقريبا نصب واحتال عليه، وباع فروع المطاعم الخاصة بيه في تركيا وعدد من الدول، وباع كمان العلامة التجارية. الشيف براك اتكلم عن السبب اللي دفع والده ان هو يحتال عليه بالشكل دوت، وقال ان بعد زلزال تركيا اللي كان من عدة شهور هو تضامن جامد جدا، وكلنا فاكرين الفيديوهات اللي ظهر وهو بيبكي فيها على الشعب التركي. تضامن بشكل كبير جدا مع الشعب التركي، وعمل عربيات ومساعدات وانتقل لعدد من الأماكن. الكلام ده ما عجبش أبو براك. أبو براك قال له إن أنت بتصرف فلوسك في كلام مش صح، وبدأ إن هو ياخد إجراءات علشان يرد على ابنه. والد الشيف براك باع المطاعم الخاصة بيه والعلامة التجارية لمستثمر أجنبي، وده لأن الشيف براك كان عامل له توكيل رسمي، لأنه كان ماسك له السوشيال ميديا الخاصة بيه. الشيف براك فوجئ إن مجهوده اللي عمله خلال السنين دي كلها راح في لمحة عين. والده باع كل شيء، علشان كده ظهر الشيف براك في عدد من الفيديوهات يناشد متابعيه والناس اللي بتحبه ويقول لهم إن حاولوا ما تدخلوش المطاعم، أو حاولوا حافظوا على اسمي وصوري والعلامة التجارية الخاصة بيا. طبعا حالة من التعاطف بشكل كبير جدا مع الشيف براك في مختلف أنحاء العالم. ناس كتير وتعليقات كتير بتدعي له إن حقه يرجع له، وإن المطاعم الخاصة بيه ترجع له، وإن والده يلاقي الجزاء الخاص بيه، وده المتوقع بشكل كبير. المحاكمات هتبدأ لأن الشيف براك زي ما قلنا رفع قضية على والده بتهمة الاحتيال، وقال إن هو استغل العقد أو استغل التوكيل اللي معمول بينهم في بيع المطاعم والعلامة التجارية. محتمل كبير جدا إن والده يلاقي عقوبة في هذا الموضوع، طبعا لأن الناس كلها عارفة إن المالك الأصلي لهذا الاسم وهذا الكيان هو الشيف براك. والد الشيف براك طلع في فيديو يرد على ابنه، وقال إن الشيف براك طالع لوالدته، وبدأ في تفضيحه ويقول إن والدته كانت طبيبة وبعد كده ارتشت وتم سجنها. طبعا خلال السنين اللي فاتت محدش شاف أي شيء أو سمع أي شيء عن الحياة الخاصة للشيف براك. كل اللي كنا نعرفه عنه الابتسامة والطلة الجميلة وطريقة إعداده الطعام وهو بيبتسم، وزيارات مشاهير العالم ليه وللمطاعم الخاصة بيه. لكن يبدو إن الشيف براك بيمر بأصعب لحظات حياته، وبإذن الله رب العالمين حقه هيرجع له، وبإذن الله وبدعاوى الناس اللي بتحبه حول العالم بإذن الله هيكون موجود في فرع مطعمه في اسطنبول قريب إن شاء الله. دي كانت متابعتنا النهاردة، متابعتنا مستمرة معاكم بإذن الله، متابعتنا في كافة المجالات، متابعتنا لكل شيء يهمكم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار وفي أي مكان بإذن الله هتلاقوه موجود هنا على القناة. ما تنسوش تشرفونا بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونشوفكم على خير في متابعات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.